تعالوا بقى النهارده لما نحط شوية اللبن كده على الوش وهتشوفي النتيجة عاملة ازاي. هنعمل الطاجن دوت بدون اي حاجة زيادة. يعني في فيديوهات كتير قوي بتقعد تحط لك حاجات قد كده عشان تطلع لك الطاجن ده. لا، النهارده هعمله لك احلى من اللي بتشوفتيه في كل فيديو، وكمان بالطريقة العادية خالص، من غير تكاليف ومن غير اي حاجات زيادة ملهاش اي 30 لازمة. تعالوا بقى النهارده نبدأ الفيديو ونعمل احلى طاجن رز معمر بمنتهى السهولة، وبدون تكاليف وبدون اي تعب خالص ولا مجهود، وكمان هتطلعيه في طعمه حلو جدا. تعالوا بقى لايك بقى وشير للفيديو. لو اول مرة بتشوفوني تشوفوا القناة بتاعتي متنسيش تشجعيني باللايك وبالاشتراك. يلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجه بصوا سهله زي ما بقول لكم، مش هياخد منك وقت خالص. اول حاجه بتجيبي الطاجن اللي انت هتحطيه في الفرن، ممكن تعملي في صينيه المونيا، ممكن تعملي في اي بايركس، ممكن تعملي طواجن صغيره كل واحد طاجن. انا هنا عملت طاجن واحد كده مره واحده. حته زبده كده ودهني الطاجن بتاعك، وهاتي بقى الرز تكوني غسلاه ومصفياه كويس قوي من الميه. بعد ما نصفيه وننزل بيه بقى في الطاجن هنحط شويه فلفل اسود صغيرين، ما تكتريش عشان ما يغمقش الرز. شويه فلفل، والملح بتاعك بتاع الرز اللي بتحطيه عادي نص معلقه او معلقه على حسب ما بتعملي الملح بتاعك، يعني تحبي طعمه ايه. ونص معلقه سكر، يبقى معلقه ملح ونص معلقه سكر. وهنحط بقى هنا ايه ربع كوبايه زبده او سمنه على زبده او زيت وسمنه، بس انا هنا حاطه سمنه وزبده. طبعا السمنه والزبده بيخلوا الرز طعمه جميل وريحته كمان بتبقى حلوه قوي في الفرن. قلب بقى كل الكلام ده تقليبه حلوه، وكوني هنا عامله نص كيلو لبن انا غلياه يعني بصوا بيغلي معايا، وحط عليه نص كوبايه، وحط عليه نص كوبايه شوربه. يعني ممكن تحطي ميه لو ما فيش شوربه عادي خالص. وهنا بوريهولكوا اهو في الفرن، انا هنا بسيب الشوايه مفتوحه في الاول، بس ما بخليهاش عاليه قوي، بخلي النار هاديه كده شويه وولع من تحت. اول ما بياخد وش من فوق كده بطفي الشوايه، وبغطي الطبق بتاعي، بغطي الطاجن بتاعي، وبشغل من تحت بس. وفي نفس الوقت بقى بسيبه لغايه ما يستوي كده، وبشوفه بالشوكه كده اول ما يستوي بروح مطلعاه من الفرن، ما بياخدش وقت معاكي خالص. عايزه اقول لك طالع مفلفل وجميل. هقول لك كمان على حاجه تعمليها. يعني انت دلوقتي اول ما تحسي ان هو اتشرب خلاص وخد اللون الوشك اللون دوت، هتجيبي بقى صينيه من تحت تحطيها في الصاج في قعر الفرن من تحت خالص، وطبعا ده بيبقى على الرف الوسطاني الطاجن، وصينيه من تحت خالص فيها ميه مغليه كده، وتسيبيها وهو شغال بحيث ان الرز ما يتحرقش منك من تحت ويطلع معاكي مستوي سوا كويس، والنار تبقى حلوه بتاعته. وكمان وانت بعد ما ياخد اللون والوش ده كده بتغطيه من فوق وهو بيستوي، اضمني بقى كده ان هو لا هيلزق ولا هيطلع منك في اي حاجه، وهيبقى مستوي وجميل. وانت شايفاه بالمنظر بتاعه عامل ازاي، واخد الوش الحلو اللي احنا شايفينه، من غير ما حطينا قشطه، من غير ما عملنا زبادي. يعني بشوف ناس كتير يحطوا قشطه وزبادي ومش عارفه ايه تكلفه. انت ممكن القشطه بتدي طعم حلو، لو في حطي، مفيش بصي مفيش اي فرق، ولا باين اصلا في الطعم ولا في اي حاجه ان ما فيش قشطه. يعني اللي يشوف كده يقول ايه ان الوش مليان قشطه، هو مش حاط له قشطه ولا حاط له حاجه خالص خالص، عادي خالص من غير اي تكاليف ومن غير اي حاجه. لو موجود عندك القشطه حطيها برضو بتدي طعم شويه، لكن هو طعمه في منتهى الجمال. اللبن بلدي، انا عاملاه بلبن بلدي بنخلي طعمه جميل. وبصوا بقى احلى حاجه فيه انه مفلفل، مش مثلا معجن ولا كده. وكمان نسيت اقول لك، اول ما تطلعيه من الفرن ربع كوبايه، مش ربع كوبايه، يعني 3 4 معالق لبن كده وحطيهم عليه وغطيه. بصي ثواني كده بتكون اللبن ده شربته، وفي نفس الوقت ايه بيخليك الرز كده يعني جوسي كده وحلو. بصي في منتهى الجمال، ولا لازق ولا معجن ولا في اي حاجه. وهنا بقى نحطه كده في الطبق ونشوفه. انا هنا كمان كنت عامله لحمه حلوه قوي مشويه في الفرن، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في اول كومنت. وحطيت بقى منها كل واحد طبق كده من الرز، وكمان عليها حته لحمه. وجبه كده سهله وسريعه، وكلها في الفرن، ولا تعب ولا حاجه. يعني حضرت الحاجه وما خدتش 10 دقايق ودخلت كلها الفرن. اتمنى بقى تعملوا لايك للفيديو.